تليفونية مع أحد أبطال المجموعة 39 قتال، سمير نوح. حبيبي طبعا حبيبكم طبعا. 35 عملية خلف خطوط العدو. ربنا يبارك فيك يا باشا. اهلا، ده ربنا يبارك فيكم ويديكم الصحة والعافية لأن انتم قدوة لنا. أهلا بكم كل سنة وحضرتك طيب. وتحية لكل الأفاضل الموجودين والأساتذة المديرين على القناة، وبشكر قناة اسكندرية عظيم شكر وتقدير. اهلا بيك. فكروك بالذي مضى. انتوا اللي مشرفينا دايما ومنورينا دايما يا فندم. ربنا يبارك فيك يا فندم. بطولاتكم لا تنتهي، 35 بطولة. ربنا يبارك فيكي، وانا بحيي الشعب المصري وبحيي قواتنا المسلحة. طب 39 لنصر اكتوبر. وتهنئة، وبنحيي شهيدنا وقائدنا العظيم الشهيد ابراهيم الرفاعي اللي ذكراه يوافق يوم 19 اكتوبر 2012، يبقى الذكرى 39 لاستشهاده. وطبعا تحية لزملائي زملاء الكفاح والسلاح، البطل محمد شاكر والبطل مصطفى الحموي، الناس العظماء اللي عند حضرتك. وانا بشكرك استاذ محمد الجماعي والاستاذه اللي مع حضرتك، انا بشكركم جدا. شكرا لحضرتك، يعني انتوا ابطالنا وانتوا القدوه بالنسبه لنا وبالنسبه لشباب واجيال كتيره جدا ممكن يتعلموا منكم اشياء كتيره. 35 عمليه قتاليه ناجحه، كلمنا عن ابرز هذه العمليات. والله يا فندم اذا كان على ابرز، انا النهارده طول النهار في القنوات الحمد لله، ده كرم من عند ربنا. وده بعد 25 ثوره 25 يناير، الثوره العظيمه بتاعت الشباب اللي خلتنا بقينا نتكلم في كل مكان الحقيقه. يعني قبل كده ما كناش بنقدر نتكلم في اي حته، فاحنا قمنا بعمليه من اعظم العمليات، وهي عمليه لسان التمساح اللي هي الاخذ بالصقر للشهيد البطل عبد المنعم رياض. واللي كانت بعد استشهاد الشهيد البطل عبد المنعم رياض يوم 9 مارس قامت المجموعه 39 قتال، وكان فيها البطل محمد شاكر بقياده الشهيد ابراهيم الرفاعي، وكانت فيها كل الابطال العظماء، كل ابطال الصاعقه البحريه بالكامل وكل ابطال القوات الصاعقه البريه. وهجمنا على الموقع وتم قتل 44 جندي وضابط من جنود العدو، وده على اساس ان احنا خدنا بالصقر للشهيد. ده اعتقد ان كان في استغاثة من جولدا مائير او يعني من اسرائيل. افندم كان في استغاثة للامم المتحدة من العملية دي. احنا من ناحية مطار الطور، احنا ضربنا مطار الطور 5 مرات. مش يا فندم، مش ده الموقع اللي قعدوا شهرين ما يدخلوش ورفعتوا العلم المصري؟ ايوه مظبوط. لا الموقع احنا احتلناه ساعتين كاملتين، دمرنا كل ما في الموقع، ودمرنا 2 دبابة، وقتلنا انا والبطل محمد شاكر والبطل هنيدي مهدي والسيد محمد احمد. كان حظنا ان في المركز اللي هم كانوا مستخبين فيه قتلنا 30 واحد تحديدا. 30 واحد. العدد الباقي لقينا قتلنا 44 جندي في اخذ بالصقر شد عبد المنعم رياض. ودي كانت عمليه انتقاميه في ذكرى ال40 للشهيد عبد المنعم رياض. كانت العمليه دي يا فندم كانت ليله ال40 لاستشهاد الفريق عبد المنعم رياض. وطبعا الحمد لله احنا بنحمد ربنا ان احنا احياء حتى الان عشان نقدر نتكلم عن البطولات وعن الشهداء وعن الناس اللي توفت، وربنا يعني كرمنا ان احنا بنتكلم عنهم، والحمد لله يا فندم. انا متشكر جدا جدا. لا حضرتك احنا اللي بنشكرك. يعني انا عايز اقول حضرتك ايه النصيحه اللي تقولها لشباب هذا الجيل؟ انا بقول للشباب الجيل ده اللي بتقول لك ارجوكوا عايزين نروح اكتوبر. نعم. نفسنا نروح اكتوبر ترجع من جديد، لان احنا دلوقتي مفتقدين روح اكتوبر. لسه الثوره بتاعتنا ثوره الشباب، ثوره 25 يناير ما زالت حتى الان لسه في يعني ما اكتملتش حتى الان. واحنا بنقول لسياده الرئيس، محمد مرسي يعني احنا وراك. وبتكلم حتى على نقطه الانواط اللي ضايع حقنا فيها. أيوة. عن انواط الجمهوريه سعادتك اللي يعني المفروض بان مفيش تفرقه ما بين ضابط العامل وضابط الشرف او جندي، لان كلنا كنا وقود للمعركه ساعتها. ايوه. لما الاقي نفسي انا مكافأ بانواط جمهوريه وانواط شجاعه، وبعدين الاقي الرئيس السابق يصرف 20,000 جنيه لنجمة سينا او لنجمة الشرف، واحنا وصلنا ل 750 جنيه،
ولما زودوهم يقولوا ايه اسوة بغلاء المعيشة. احنا اتصلنا لما الثورة قامت يا فندم على اساس بنقول الحق اتولد والعدل اتولد، العدالة الاجتماعية والحق يرجع لاصحابه. ايوه المفروض الحق يرجع الرئيس محمد مرسي ان حقنا يرجع لنا فقط لا غير. احنا ما بنقولش زودنا، ما بنقولش اي حاجه، بس بنطالب الحق والعدل في عهد الرئيس الدكتور محمد مرسي. وانا بطلب منك طلب واحنا على الهوا والابطال اللي موجودين معانا على الهوا، يا ريت العمليات البطوليه دي كلها لان في كتير جدا ما يعرفوش عنها اي شيء، يا ريت تتكتب في مذكرات تتنشر علشان الناس والشباب يتعلموا. 39 قتال قامت اكثر من 82 عمليه، وكان قائدنا الشهيد ابراهيم الرفاعي اول رجله تنزل الارض فينا واخر واحد يركب اللانش بعد ما نطلع اي عمليه. احنا عملنا عمليات كتيره جدا يا فندم وكنا بنتسابق على الشهاده، ما كناش بنفكر في اي حاجه ماديه، انما لما نلاقي ان الناس بدات يرفعوا الناس بالطريقه ديت احنا برضه كلنا بشر وكلنا ولاد تسعه. هو ده اللي المقصود سعادتك. بطلنا سمير نوح مجموعة 39 قتال، بنشكرك جدا، يعني فعلا شرف لنا ان احنا نكلم حضرتك، وحضرتك كمثال فعلا وقدوة لشباب احنا يعني بنقتدي بيها. وحضرتك قلت روح اكتوبر اللي بتتمثل في حاجات كتير، في الاصرار والايثار والصبر والعمل والعرق. لابد ان تكون روح اكتوبر في مصر، مستقبل مصر الجديدة. يا فندم انا بشكرك وليا الشرف الكبير اني اتكلم في قناه اسكندريه لان انا بحب اسكندريه جدا جدا. ربنا يبارك فيكم ومتشكر جدا وتحياتي لكم جميعا. شكرا جزيلا لحضرتك. شرفتنا ونورتنا يا فندم، شكرا ليك. وتكملة كلام زميلي سمير انا قلت لحضرتك انه دفعتي وكان زميلي معايا يوم كان بيتكلم عن موضوع لسان التمساح ده. لسان التمساح ده كان في موقع في شرق في اسماعيليه اسمه لسان التمساح مواجه لمارينا. يوم 19 مارينا مرسى سفن يعني. مرسى سفن صغير. بالظبط كده. كان يوم 19 مارس حصل كان في دولة يعني ناس عربيات بقى داخله كتير ومش عارف ايه، وهم عرفوا ان اكيد في حد جامده موجوده في الحته دي، فراحوا فاتحين نيران قتلوا الناس اللي كانت في الموقع في المكان ده، وكان من ضمنهم الشهيد عاملين عمليات. احنا بنروح وهنيدي مهدي مشريف ومحمد عبد موسى، وصدر لي امر انا والشهيد الانجليزي ان احنا نستر دخول الناس دي، نأمن دخولهم او نأمن نزولهم. فأمناهم وضلنا نزيد على سمير، قلت له انزل يا سمير المكان قدامك فاضي. نزل سمير واحنا ما كناش نعرف ان هم موجودين في الموقع ده او في المكان ده الكم ده. هم كانوا كلهم طلعوا من المساجد بتاعتهم وخرجوا من الموقع ده والموقع ده وقعدوا في حته واحده. فلما دمرنا لقينا دول سهله، مفيش حد بيقاوم ومحدش بيعمل، حد كلها بيكمل. فدخل سمير ودخل البطل هنيدي مهدي مشريف. وعلى فكره البطل هنيدي مهدي مشريف ده اول وحيد. فهنيدي مهدي مشريف يعني ايه بسيرته، يعني عشان كان موجود معانا في لسان التمساح. نزل هو سمير ورموا قنابل الدفاعيه ورموا قواذف لهب والحاجات كلها بالكامل، وخلصوا الذخيره كلها اللي معاهم. ونفاجئ بان اللي موجود في قلب الموقع ده 44 جندي قتلهم البطل سمير نوح والبطل هنيدي مهدي مشريف، واحنا كنا وراهم. وبعد ما خلص المهمه بتاعه سمير طلع وجاب هنيدي مهدي مشريف في الوقت ده. جبنا معدات وجبنا اسلحه وجبنا رشاش اسمه كان ماركه عوزي، اهدناه للشهيد للبطل الرئيس الراحل انور السادات في زيارته للمجموعه سنه 70 كهديه من المجموعه لابراهيم السادات. فبناء على هذا انا لما بيكرمني بالتكريم اللي انت قلت لحضرتك ده الانواط والحاجات دي كلها بالكامل تكمله لكلام سمير. وزي ما قلت لحضرتك انه كان لما كان بيزود معانا كله بيزيد معانا. نفاجئ بان احنا يعني راح موقف كل المواضيع كلها. انا لما جه الرئيس مرسي وانتخب وترشح رئيس الجمهوريه قلنا نقف معاه ونقف جنبه عشان نغير من البلد والحاجات كلها بالكامل. عايزين تستشعروا ان في عدل او عداله اجتماعيه. كنت برضه قبل الهوا كان الاستاذ مالك بتقول روح اكتوبر ايه بالنسبه لك يعني؟ انا بفرح ان اروح اكتوبر، بس كان بيجي روح اكتوبر تيجي وعيد اكتوبر تيجي، كان بيجي حلاوته في انك مش واخد حقك فيها طقس فقلنا بقى يمكن النظام اللي جاي ده او النظام القائم ده هيحللنا. هو تبقى مذكره
لزمان المظالم بص لان احنا ما حليناش. يمكن انا احنا بالنسبه لي ما الجديد. حلتش. طب انا عايز بس استاذ مصطفى يعني انا عايز اقول كلمه اخيره. اتفضل. نوجه تحيه لزمايلي الصف ضباط والجنود اللي كانوا بيهاجموا الدبابات والمدرعات وكانوا بيتضربوا بالنص بوصه ويشيل معدته في ايده ويمسك القنبله ويخش جوه الدبابه يفجر نفسه، اللي ما خدوش حاجه، اللي خد منهم نطق جوهريه ولا اثرهم ولا اتسال فيهم. كانوا بياخدوا بلالين. يعني انا اعرف ناس كانت بتمسك واتقالت في التلفزيون من سنه 2002 قائد من القوات قال انا عندي عسكري مسك معدته في ايده وطلع ضرب الدبابه دخل جواها بنفسه. انا بقدم لهم التحيه وبنحني لهم كمان مره. كلنا الابطال دول الابطال الحقيقيين الصف ضباط والجنود. وبقول ان رئيس مرسي ليه مستشارين ومستشارين عسكريين وليه ناس حوالين منه ما فيش واحد فيه بيقول له، يعني ما فيش واحد من اللي حوالين منه كلهم بيقولوا ان في صف ضباط لهم حقوق وناس مجندين. اوان الاوان لتكريمهم. ناس مجندين ما لهمش الا غير معاشات مدنيه ومستنيين حاجه زي كده بعيد عن العسكريه، مستنيين حاجه زي كده وما خدوش حاجه خالص. يعني انتوا حتى مش متساويين خالص بمصاب بثوره 25 يناير خالص مش متساويين احنا كده زي ما قلت انا هو صرح وهم كده هيكسروا الصرح. يعني بتستشعر ان ممكن هيكسر الاساس ولو كسر الاساس مش هتقوم الدوله. انا بتكلم كلام انا خايف على البلد. احنا يعني لغايه اخر نقطه دم في جسمي واخر نبض من قلبي هدافع عن البلد انا وعيالي، لان هي دي بلدنا اللي احنا اتحطينا فيها واللي احنا نشأنا فيها واللي احنا هنموت فيها. فبوجه له بقول له لو كسرت الاساس اللي هو الجندي والصف ضابط هينهار الصرح. هينهار الصرح مهما والانهيار كويس بالقاده والهدف اللي بيتم. الانهيار متمثل الاساسي في الانتماء. الصرح الاساسي اصل التفاوت الكبير بين العسكري لو حس هتقول له بالامر مش هينفذ الامر، اخرها تضربه بالنار ما هو ميت ما بياخدش حاجه. لكن لو عرف ان زميله بياخد هيعمل غصب عنه عشان ياخد. لكن كده انت هتحطموا البنى، هتبوظوا البلد، هتبوظوا القوات المسلحه. ان شاء الله هتاخدوا حقكم.